اهلا بك يا عزيزي في حلقه مخابرات جديده واللي هنتكلم فيها برضه عن اهم احداث الاسبوع واللي كان اسبوع غريب جدا من اوله لاخره. فنبتدي كده على طول بعرض سماك داون واللي ابتدى اصلا بان درو ماكنتاير بيهجم على دايمن بريست بيدمره. ده ليه بقى؟ عشان دايمن بريست طبعا اللي طلعه في الميشن تشامبر، يعني حاجه منطقيه. علشان بعدها نيجي لفقره راندي اورتن واللي احنا اصلا مش عارفين هو عايز ايه. يعني انت عايز توصل لي يا ابو راندي؟ فهمني. اورتن طبعا دخل وقال لك انه راجع من اصابه صعبه جدا وبتاع، وقال ان الكل عارف ان جون سينا كان صاحبه جدا، ومش بس كده كمان، لا ده كان من اقرب صحابه. بس هو دلوقتي بقى روحه بقى لزاروك، هنعمل ايه؟ وقال ان جون سينا دايما كان في القمه بس دلوقتي هو في القاع مع زاروك. هو ملهاش صريحه كده بس هي ده معناها يعني. وبعدها جاب سيره كيفن اونز وقال لك ان هو مصارع عنده موهبه وعنده انجازات كبيره جدا بس هو بيغير مننا، هو راجل حقودي. طب انت اصلا بتقول انه عمل انجازات كبيره وهتصدر المين ايفنت الرسم مني مرتين، طب هو حقودي ليه؟ وفي الاخر ختم البرومو وقال لك ان هو من الاخر كده هيدمره وهيفرتكه، اللي هو انا جاي مش جاي كده وخلاص، انا راجع فرتكه. طب هل احنا استفدنا حاجه؟ ما استفدناش اي حاجه. طب راندي اورتن عمل لنا اي حاجه؟ ما عملناش اي حاجه. داخل يتكلم في كلام اصلا كلنا عارفينه. ما انا عارف اقسم بالله انت في عداوه بينك وبين كيفن اونز، انا فاهم والله. طب انت حتى لما اتكلمت على جون سينا ما ذكرتش حاجه مهمه قوي. ما علينا عايزين المشاهد، ما علينا يعني، وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده مع راندي اورتن. وبعدها درو ماكنتاير في الكواليس بيقول للمذيع بقى ان هو جاب اخره من دايمن بريست وان هو يستاهل اللي حصل له، عشان طبعا هو اللي حرمه من حلمه وحرمه من ماتشه في الريسل مانيا. وقال ان هو اكتر واحد على الحق عشان هو اتكلم على موضوع جون سينا ده، وقال للجميع كلهم كده، وقال لكل جون سينا يا جماعه ما بقاش زي الاول، اللي هو كان بيضحك عليكم يعني من الاخر كده عشان يجمع قرشين، لكن هو اصلا في دماغه حاجه تانية. تشكر يا ابو درو، تشكر يا ابو درو. ما احنا اصلا كنا مستحيل نصدقك يا درو، احنا كنا مستحيل نصدقك يا ابني والله. يعني اللي حصل ده اصلا احنا لغايه دلوقتي مش مصدقينه، هنصدقك انت ليه؟ وبعدها ماتش برون سترومان ضد سولو سكوا. الماتش ده كان عادي جدا، ما فيهوش اللي هو تشيل جامد، ما طولش اصلا عشان خلص دي كيو، خلص دي كيو بسبب تدخل البورد لاين على برون سترومان واللي فضلوا يضربوه بعدها، بس هو بقى ظبطهم في الاخر. وبعدها بنخش بقى على فقره كودي رودز. دخل كودي رودز وهو متعور جامد كده وقال انه فرحان جدا جدا ان الناس اختارته يكون بطلهم. يا عم بالله عليك بالراحه علينا يا عم، انا بسجل لك وانا صايم، حرام عليك. وسبحان الله دلوقتي بنسمع استهجان الجمهور لجون سينا علشان هو بالشخصيه الهيل. وبعدها قال ان هو لغايه دلوقتي مش عارف يقول لبنته ايه، مش عارف يقول ايه. انا قلت لها انا اتخبطت في وشي في حيطه كده، اتخبطت فيها، مش عارف اقول لها ايه. ما تقول لها يا عم، يعني هي مش هتشوفك يعني؟ معلش يعني انت بتقول ايه يا عم؟ انت مش بتلعب مصارعه يا ابني. وقال ان هو حزين جدا جدا بسبب اللي عمله جون سينا، لان هو كان قدوته في الحياه، فهو طبعا زعلان جدا ان جون سينا عمل فيه كده. فقعد يهري كتير جدا جدا وقعد يقول لك ان انا البطل وانا اجمد واحد ولو ليك شوف في حاجه يا عم تعالى خدها. وبس خلص البرومو على كده. برومو يعني يعتبر كويس، مش هقول لك اللي هو الجامد، بس هو كان محتاج يسخن اكتر من كده. خلي بالك ان كودي رودز هيقف قريب جدا قدام جون سينا ودي حاجه كبيره قوي. وبعدها ماتش درو ماكنتاير ضد جيمي اوسو، يعني ماتش اقسم بالله عليه العظيم ما ليه لازمه. يعني انا مش فاهم في ايه والله العظيم، ماتش عادي جدا يا جدع، ماتش كل غرضه يقول لك بس ان درو ماكنتاير يعني اخد حقه، بس هو ده الموضوع كله، عشان درو ماكنتاير كسب في الاخر اكيد. لكن بعد الماتش بقى دايما بريست مسك درو ماكنتاير وقعد يضرب فيه شويه وعجنوا بعض. مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني دايما بريست ودرو ماكنتاير في ريسل مانيا، يعني انا مش عارف والله العظيم، انا مش عارف اقول ايه. ما علينا عايزين المشاهد، ونيجي بقى للحدث الرئيسي اللي ما بين ال نايت وناكامورا على لقب الولايات المتحده. الماتش كان حلو برضه والاداء كان حلو جدا، خاصه من ناكامورا اللي اتظلم جدا بصراحه الفتره الاخيره، بس هو كاداء كان كويس جدا في الماتش. وفي الاخر بقى شفنا ناكامورا هو بيبهدل الحكم باللي في بقه ده، اللي هو ما نعرفش ايه هو اصلا، بس هو بهدله علشان بقى في الاخر ال نايت بيخلص الماتش ده بواحده بي اف تي وبيستعيد اللقب بتاعه. ماشي مش هقول حاجه غير كده، بس انتوا كده عملتوا ناكامورا ترانزيت يا جماعه. يعني انا مش فاهم في ايه والله العظيم، يعني الراجل حتى ما عملش اي فتره عدله باللقب، كل اللي كان بيعمله برومات ملهاش معنى وملهاش تفسير اصلا. هقول ايه بس ماشي. فبس ده كان عرض سماك داون، عرض اللي هو متوسط، مش هقول لك اللي هو الواو، لا كان متوسط بصراحه. ونيجي بقى لعرض الرو. في الاول كده ماتش جي اوسو وجرايسون وولر. الماتش كان حلو بصراحه يعني اللي هو تمام يعني، بس كان الافضل في الماتش هو جرايسون وولر بالنسبه لي. لكن في الاخر طبعا بيفوز جي اوسو، يعني حاجه منطقيه جدا، واحد كسب الرويال رامبل ما تعرفش كسبها ازاي، عايزه يخسر من جرايسون وولر، انت واقع عليها ولا ايه؟ وبعدها بقى اتلموا على جي اوسو، بس عشان جي اوسو جامد جدا فهو سيطر عليهم كلهم ودمرهم كلهم، بس يجي له واحد بقى ايه يظبطه. جولسر بيتدخل في الاخر وبيعملوا سليبر هولد بيناموا، لو خير الكلام قل ودل. ما مش هنقعد بقى نتكلم كتير بقى ونقعد نضرب بعض، هي كده وخلاص. وبعدها بتيجي الفقره غريبه جدا وهي فقره لوغان بول. دخل كده وغلط في ايجي ستايلز جامد جدا واتكلم على ان كودي رودز غبي جدا عشان يرفض عرض الروك، ولكن جون سينا قعد اكتر من 20 سنه عشان يعرف معنى ان هو يقلب هيل بقى، وان هو لازم يعمل كده اصلا. وقال على نفسه طبعا ان هو اسطوره جدا وما يقلش حاجه عن جون سينا والروك والناس دي. ونزل بعدها يعبط مع واحد كده اسمه اندرو، واحد مشهور كده، قال لك يلا يا عم نحشي العرض باي حاجه. قال له انت جاي هنا ليه؟ علشان انا اكيد صح؟ قال له لا يا عم انا جاي عشان الماتش اللي قفص اللي هيتعمل النهارده. فلوجان بول اتعصب ويدخله الحلبه، فحوارات كتير مالهاش معنى عشان ايش ستايلز يدخل في الاخر بقى ويضربه ويعمل واحده في من الفور ارم بتجيب اجله. هي دي الفقره، فقره تعتبر كويسه نوعا ما لو انت حسبت ان ده ممكن يكون يعني مثلا لعداوه بعد كده. وبعدها ماتش ريمستيريو ودراجون لي ضد النيو داي. الماتش كان حلو جدا بصراحه وكان ممتع جدا ومستحيل تزهق لثانيه واحده في الماتش.
من الاخر كده ماتش كان رايق وكان جامد جدا ومليان سبوتات حلوه، لكن في الاخر كده دخل واحد لابس ماسك على علم امريكا كده ومسك دراجون ليه ولبس تيرو ضربهم، فانه دي استغلوا كل الكلام ده وكسبوا الماتش. الكل قال لك ان الراجل ده هو تشات جيبل، بس هو ما طلعش تشات جيبل، يعني اكيد في قصه دبليو بتعملها اكيد، وممكن يطلع هو برضه في الاخر وبيشتغلونا. وبعدها فقره كودي رودز تاني داخل ولا خصم جون سينا مش موجود النهارده، واضح كده ان هو اصلا مش هيكون موجود اساسا، وده عشان هو بقى مهتم بحاجات تانية اصلا ملهاش لازمه. قال ان هو مش قادر يكون موجود، خاصه ان القرار ده جه بعد الغدر اللي غدرها بيا، والمفروض ان هو كان اسطوره كده، بس خلاص كده انتهت. سينا اللي كان بيستهزأ بالمصارعين البارت تايم عشان ما بيظهروش دلوقتي هو بيعمل زيهم واسوأ منهم كمان. قول لي بقى كده بقى، انت كده بص، انت كده بتتحجج لي باي حاجه يا عم كودي، انت جاي تكتشف دلوقتي ان هو بارت تايم؟ ما هو لما كانش غدر بيك كنت هتسلم عليه عادي جدا وهو بارت تايم برضه. وقال له انت عايز ايه؟ عايز توصلنا ليه يا عم؟ انت كنت الراجل اللي كان بيعمل كل حاجه زمان، بس ده زمان بقى، انا دلوقتي موجود، خليك انت قاعد كده وسيبني انا اتحمل المسؤوليه. وقال لي ان دلوقتي الوضع مختلف جدا وانت نفسك طبعا في البطوله ال17، بس انسى كل الكلام ده، انا ليا الشرف ان انا اهزمك وانهيك كده في اخر ماتش ليك في الريسل مانيا، وافوز بقى على المصارع اللي كان بطلي طبعا وكان قدوتي في يوم من الايام، وقال ان هو القائد هنا ومفيش غيره. انا عايزك والله يا كودي تفرح شويه عشان الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعش يتقال قدام جون سينا من الاخر كده. ده واحد جالك بالشخصيه الهيل، يعني اللي هو مش همه اي حاجه، هتقول له انت بارت تايم، يعني هيقول لك ايه؟ يعني انت منتظر يقول لك ايه؟ انا مش بنتقد كودي رودز تماما، انا بتكلم يا جماعه دلوقتي على السكريبت اللي مكتوب له، ده سكريبت ضعيف يا عم. وبعدها الحدث الرئيسي بقى اللي من نوع ستيل كيدج بين سيس رولانز وسي ام بانك. الماتش من بدايته كان قوي جدا والاداء كان حلو جدا، سي ام بانك عمل كل حاجه يقدر يعملها، بس سيس رولانز كان معلي عليه بصراحه، وفضل سي ام بانك يعجنه شويه حلوين كده وعمل له 3 قلب دروب وظبطه، وشفنا لقطه جامده جدا من فوق بصراحه كانت حلوه جدا، وانتهت بسوبلكس من سيس رولانز على سي ام بانك طبعا دمرته. وسي ام بانك بقى يعمل جي تي اس كده لسيس رولانز معاكسها بواحده اس تي اف جامده جدا زي اللي عملها جون سينا بالظبط. من الاخر كده الاثنين دمروا بعض ومحدش كان عايز يخسر، يعني حتى سي ام بانك عمل له ستومب برضه هو كان صامد مش عايز يخسر، وسيس رولانز يعمل له جي تي اس وحوارات كتير، الاثنين فضلوا يعجنوا في بعض وسوبر ستومب بقى على جي تي اس من هنا. بص لا كان في معجنه كبيره، الماتش فعلا كان جامد جدا، بس نهايته بصراحه هي اللي يعني مخيبه للامال بالنسبه لي. سيس رولانز عمل سوبر ستومب لسي ام بانك وقعد كده، كان عايز يقوم لسه يعني، بس تحصل حاجه كده، رومان رينز بيرجع وبيسحبه كده وبيطلعه بره القفص، فكده سيس رولانز كسب، بس بطريقه طبعا ملهاش لازمه، ودغدغ بقى سيس رولانز وعمل له ستومب وسبيرو ظبطه، ولقى كده ابو الهيمن قاعد مع سي ام بانك وهو عم داخل ضرب سي ام بانك هو كمان. يلا يا عم، يعني يا جماعه انتوا عاملين ماتش كويس، ليه تنهوه كده؟ ليه تنهوه كده يا عم؟ ده دي وجهه نظري بصراحه، رجعوا بعد الماتش على طول يضرب الاثنين يا عم، يموتهم يا عم ما يخصنيش، لكن ماتش جامد جدا زي ده بصراحه نهايته ما عجبتنيش، فهي اراء بصراحه وممكن نهايته تعجبك انت عادي كده. الموضوع بقى باين بشكل اوضح، وشكل سي ام بانك هيبعد عن حوار الالقاب العالم وكل الكلام ده، يبعد عن كودي والناس دي وبس. عايز المشاهده كان عرض الرو، يعني عرض الرو كويس جدا بصراحه، اللي هو جامد برده، كان فيه بروموهات وكان فيه ماتشات وكان فيه شغل عالي، لكن هو بصراحه جاي بعد عرض الاي دبليو اللي كان جامد جدا، فحاجه بصراحه صعبه. يعني لو شفت العرضين ورا بعض كده هتقول ايه اللي انا شفته ده، يعني اللي انا شفته ده جامد بس ما يجيش حاجه جنب التاني، فهو كان عرض الرو كويس جدا يا عم. يلا ونيجي بقى لاهم الاخبار مع عمنا حسام كارلو. فينك يا عم بعيد عننا اللي كده يا عم؟ انت مالك يا عم؟ ما يخصكش، انت مالك انت اصلا؟ طب ادينا اخبار خلينا نمشي. اندرتيكر في البرنامج بتاعه كده اتكلم عن الناس اللي بتسرب الاخبار والناس اللي بتسرب اشاعات وبتسرب حاجات بتحصل، قال لك ان دي الناس مش عايز اشتم بصراحه عشان في رمضان، عشان احنا في رمضان بس يعني. لا يا عم خلاص يا عم انا تبت. اندرتيكر هاجم بشكل كبير جدا الناس اللي بتسرب الحاجات دي، وقال لك انت كده بتدمر المصارعه، انت كده يا عم بتنهي كل حاجه، احنا مش عارفين نعمل مفاجآت يا جدع، ارحموا ابونا، مش عارفين نعمل مفاجآت، كل ما نعمل اي حاجه بتحرقوها برضه وبتسربوها، انتوا ايه؟ انتوا كفره يا ابني، ما بالراحه علينا يا ابني. قال لك احنا لما جينا نعمل مفاجاه لتريبل اتش عشان ندخله كده الهول اوف فيم ما كناش عارفين نعمل كده من كتر ما الحاجات ما بتتسرب، عارفين ده كان اندرتيكر اللي هو جادد اللي هو يخرب بيت ابوكوا. قال لك انك صعب جدا تعمل حاجه وتخدع بيها الناس في الزمن ده، خصوصا بقى في عالم المصارعه اللي انتشر جدا دلوقتي والكل بقى بيسرب اخبار. بصراحه انا اتفق جدا جدا مع كلام اندرتيكر، بصراحه الراجل ده عنده حق في كل كلمه قالها، هو بالفعل الحاجات دي لما بتتسرب بتبص بتبوظ كل حاجه، بتبوظ الاحداث كلها. حتى انا بطلت حتى في فيديوهات التوقعات دي عشان ما احرقش للمشاهد اي حاجه ممكن تحصل. هو بصراحه كلامه صحيح جدا جدا، بس صعب طبعا يتغير، احنا دلوقتي في زمن ما فيش حد يقدر على التاني فيه. عندك حق والله يا عم. معاك حاجه تانية بقى ولا نمشي؟ كلنا كده عارفين ترافيس سكوت اللي كان موجود مع زاروكو واللي دمر كودي رودز في الميشن تشامبر، اللي هو اداله قلم على وشه جاب له اصابه في ودانه، فهو ده اصلا كان داخل كده دماغه تعبانه ما تفهمش، اللي هو شارب حاجه، اللي هو مش في وعيه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اللي عمل في كودي رودز ده عمل مشاكل كتيره جدا والكل قلب عليه، من ضمنهم سيس رولانز واللي طلع شتم فيه وقال لك ان ده اصلا ما ينفعش يدخل حلبة مصارعه اصلا. حتى جاي اوسو اللي هو اصلا ما تفهمش اللي هو كمان تحسه شارب حاجه طلع كمان وانتقد ترافيس سكوت وقال لك ان اللي حصل ده ما ينفعش. فالكل متفق ان اللي حصل ده غلطه كبيره جدا والمفروض بقى ايه يعني نقلل ظهوره، ما يظهرش تاني بقى، لا مره وغلط خلاص ما يظهرش تاني عشان ما ياخدش علقه. لكن لا بقى الاخبار كلها بتقول لك ان تريبل اتش اصلا عامل له خطه كده لوحده في الريسل مانيا، اللي هو عامل له كده اللي هو يدخل مع زاروك في الريسل مانيا. يعني اللي انا اقصده ان كل اللي حصل ده المفروض يمنع ظهور ترافيس سكوت تاني، لكن اللي بيحصل دلوقتي والخطط والاشاعات والاخبار بتقول لك ان ده
مش هيحصل. الاخبار كلها بتقول لك ان تريبل اتش عايز دور كبير جدا كده في ريسل مانيا، اللي هو هيعمل زي مثلا زي ماك تايسون كده في ريسل مانيا 14، مع فرق الاحجام طبعا وفرق المهاره وفرق الرياضه اصلا وفرق كل حاجه، اللي هو الحوار اصلا مختلف تماما. بس هو بيقول لك ان هو شبهه. انت ايه رايك في الكلام ده؟ زفت طبعا. احنا ناقصين يا عم، مش كفايه عنده لوجان بول يعني؟ ترافيس سكوت مين يا عم؟ احنا ناقصين يا عم وجع دماغ. طب معاك حاجه ثانيه بقى ولا اتكل على الله؟ الفتره اللي فاتت طلع كلام كتير جدا على ناكامورا وهو كلام مش حلو. الاخبار دي ان هو خلاص هيمشي من الشركه عشان عقده انتهى وكل حاجه، وخلاص هو خلاص اللقب كمان حتى ال نايت، فكل حاجه متيسره ان هو يمشي. وهو ده العادي بصراحه، اللي هو اي مصارع بيخسر خساره قويه مثلا او بيخسر اللقب بتاعه بيطلع عليه شعاب بقى انه خلاص مشي من الشركه. خلاص طب ليه يا ابني مشي من الشركه؟ ما هو ممكن يلعب تاني. لا والله خلاص هو مشي. حاجه غريبه جدا بصراحه، اللي هو في مصادر اصلا بتقول لك ان مفيش اي حاجه بتثبت الكلام ده اساسا. لا لو كمان عقد ناكامورا اصلا لسه ما خلصش يعني العقد اصلا بتاع ناكامورا لسه ما خلصش يا جماعه، اللي هو انتوا عايزين تمشوه بالعافيه. وكمان باخد على كل ده ان اصلا ناكامورا فرحان بوضعه، اللي هو ماشي، اللي هو اخسر مش مشكله يا عم، ماشي يا عم، المهم نحن ناخد القرشين اللي بناخدهم. اللي هو ما عندوش طموحات عاليه يعني، اللي هو ما عندوش بقى طموحات انه يكون بطل العالم دلوقتي بقى وانه لازم يكسب مثلا كودي ويتصدر ريسل مانيا. لا عادي. طب الكلام اللي انت بتقوله اصلا ده اكيد ولا اي كلام؟ الكلام اللي انا بقوله لك ده جاي من فايت فول، اللي هي طبعا مصدر موثوق جدا ومصدر بيجيب لك معلومات في الغالب تبقى صح. اتمنى بصراحه يكون كلامك صح، واتمنى بجد الشركه تقدره او تديله اي حاجه يعني، لو مش كده. معاك بقى حاجه ثانيه؟ في خبر مهم جدا جدا عن الشركه هيحصل قريب. الشركه بتخطط ان عرض كراون جول اللي جاي ده يكون عرض مختلف تماما. في اخبار وتقارير طلعت دلوقتي بتقول لك ان شركه تي كي او عايزه تعمل عرض مشترك، يعني عرض بيجمع من الدبليو دبليو واليو اف سي في ليله واحده بس. والكلام ده كله كان بيتقال عن ان هو هيحصل في عرض كراون جول 2025، بما ان هو في السعوديه بقى والسعوديه بتصرف والدنيا جميله. بس المشكله بيقول لك ان رويال رامبل 2026 برضه هتكون في السعوديه، فهم عايزين يغيروا كده في عرض كراون جول ويغيروا ملامحه. في اسم مؤقت كده طلع للعرض بيقول لك ان هو هيكون اسمه تي كي او سوبر كارد. الاسم ده اسمه مؤقت طبعا مش اكيد، بس هو يعني اللي هو بنبدا كده بفتح كلام. وبالنسبه كبيره جدا الموضوع ده هيحصل، ان هو اصلا المفروض كان يحصل من بدايه اساسا التعاقد، اللي هو يعني يظهروا نجوم اليو اف سي في الدبليو دبليو والعكس. اما هم ايه الفايده اصلا ان هم اندمجوا مع اليو اف سي؟ يعني ايه اللي احنا استفدناه؟ يعني ايه الفايده دلوقتي؟ يقول لك ان عادي جدا هيكون في ماتش على لقب الدبليو دبليو عادي في العرض ما فيهاش حاجه، وثلاث ماتشات مصارعه عاديين، وماتشين بقى من اليو اف سي، واحد كده على لقب العالم، واحد كده اللي هو ايه بين المشاهير كده اللي هو بنراضيهم. ومن الاسامي المرشحه جدا في ماتش المشاهير هو طبعا لوجان بول وكونر ماجريجور. لكن لسه الكلام ده مش اكيد، يعني الكلام اللي بقول لك ده لسه مش اكيد بشكل رسمي، بس هو اكيد نتيجه مناقشات كده بتحصل في السر. يعني هم هيلغوا كراون جول يعني ولا هيعملوا ايه؟ هم مش هيلغوه، هم هيغيروا اسمه كده ويغيروا في شكله، عشان هم عايزين يستغلوا بقى الصرف بتاع السعوديه عشان يعملوا عرض كبير. يعني الكلام ده اكيد، هو مفيش اي حاجه كده في الدنيا، بس الكلام اللي بقول لك ده نوعا ما يعني اللي هو ممكن يحصل، يعني بنسبه كبيره جدا ممكن يحصل فعلا. يعني اللي اقصده ان هم مش عايزين يكون عرض تقليدي، عايزين يغيروا في شكله ويغيروا في كل حاجه حتى اسمه. الله اعلم بقى هتكون حاجه حلوه ولا حاجه وحشه بصراحه. طب معاك حاجه ثانيه ولا خلاص؟ لا يا عم خلاص كده يا عم، ماشي تسلم يا عم، يا عم غور في داهيه. وبس يا جماعه ده كان فيديو النهارده، اتمنى بجد يكون عجبكم. لو وصلت لغايه هنا طبعا اشترك في القناه واعمل لايك واكتب تعليق شبه كده. وبس عايز المشاهد سلام.